الصحابة ليأتي للأعرابي قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه سؤاله: سل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كذا، سل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كذا، لأن الصحابة يستحون أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكثروا عليه المسألة. فإذا جاء الأعرابي جاءتهم الفرصة: خذ هذا السؤال، اسأل الرسول عن هذا، بالله يسأل الرسول عن هذا. فالأعرابي ما عنده مشكلة: يا محمد إيش معنى كذا وإيش كذا، فيسأل سؤال حتى ينادي من بعيد: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهؤلاء ينادونه باسمه، يقول يا محمد. أما جبريل عليه السلام فإنه جاء بأدب الصحابة، بالأدب، حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالهندام الجميل، ثم قال يا محمد حتى يستمع الصحابة. كلامه سؤاله مثل الأعرابي، هيئته لا، لكن سؤاله مضمونه لا، أيضا سؤال عالم: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لقد رأيتك واقفا مع دحية الكلبي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: